مساء الفل. النهارده من اوضه العمليات، والعمليه المحببه الى قلبي عمليه النحت للبطن والاجناب باستخدام الفيزر. لازم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا، النحت ده مش للسيدات بس، للسيدات والرجاله وكل الناس تقدر تعمل عمليه النحت، لان عمليه النحت دي عمليه لطيفه جدا، سهله جدا، ونتائجها بتكون حلوه جدا. اهم حاجه مهاره الجراح اللي بيشتغل يكون عارف هو بيعمل ايه بالظبط، الماتيريال اللي بتستخدم في العمليه، واختياره للشخص المهيأ او المناسب للعمليه بتاعه النحت. عمليه النحت وخصوصا للبطن، احنا هنتكلم النهارده عن البطن، بتكون من خلال جرحين صغيرين جدا، كل جرح فيهم طوله اقل من نص سنتيمتر، موجود في منطقه الهيد لاين كده في البيكيني، منطقه مش بتتشاف خالص، والجرح ده كانه مش موجود بعد كده. خلال الجرح دوت بنعمل حاجتين مهمين جدا، نعمل شفط للدهون الموجوده في المنطقه، وباستخدام جهاز الفيزر اللي بنستخدمه جوه اوضه العمليات بيساعد على شد الجلد بنسبه معينه. طيب دوت بنوصل بيه لايه؟ لنتائج هايله جدا من ناحيه تقسيم العضلات، شكل عضلات البطن سواء للرجاله السكس باكس وعضلات الصدر اللي تكون منحوته، او للسيدات الاب لاينز والميد لاين، بحيث ان الدنيا تبقى شكلها مناسب، الوسط يكون مرسوم ورفيع. ممكن طبعا في السيدات نستخدم الدهون اللي احنا بنشفطها دي ان احنا نحقنها في المناطق المختلفه، سواء في الثدي، في المؤخره، في الاجناب، او في اي منطقه بنكون محتاجين ان احنا نضيف لها دهون. بنقدر نستخدم الدهون اللي بتطلع من العينه هي شخصيا ان هي نعمل بيها الحقن. في الرجاله طبعا العمليه دي بتجيب نتيجه هايله جدا من ناحيه شكل تقسيمه عضلات البطن من خط المنتصف السكس باكس، بنقدر نوصل بنتائج من شكل يعني بيكون مش مظبوط، مهما في ناس في مناطق كده الدهون بتاعتها عنيده قوي، مهما بنلعب جيم ورياضه بتفضل موجوده، لنتيجه تكون شكلها هايل ورياضي ومميز جدا، وما بتبانش بعد كده ان هي فيك خالص، بتكون شكلها طبيعي 100% ورياضي جدا. بس اهم حاجه اختيار الكانديديت او الشخص اللي يعمل العمليه، واختيار طبعا الجراح اللي يكون مناسب. الاحترافيه في كل حاجه يا جماعه مهمه جدا، مهما كانت عمليه تبدو ان هي اجراء سهل، لكن اكتر مشاكل بتظهر من عدم الاحترافيه ومن الاسترخاص في الماتيريال. يعني الكانيولات نفسها اللي بنستخدمها في الشفط لازم تكون حاجات كلها معتمده عالميا، لان التب بتاع الكانيولا ده مهم جدا كسيفتي وكنتيجه. شكل الكانيولا، في كانيولات شكلها ستريت، في كانيولات شكلها كيرفت، كل حاجه وليها استخدام، والحاجات دي مهمه جدا جدا ان هي تكون عند الجراح المتمكن من شغله عشان يقدر يوصل لافضل نتيجه ممكنه باقل فتره تعب، باقل فتره نقاهه. احنا بعد الشفط باسبوع بنقدر نكون عايشين حياتنا الطبيعيه خالص. بيحصل شويه تورمات، طبيعي بيحصل شويه زرقان كده في مكان العمليه، كل ده مع استخدام الكرسي المناسب مع الالتزام بالتعليمات ما بعد العمليه بتختفي خالص خالص، بنكون شايفين الشكل النهائي للعمليه في حدود من 4 ل 6 اسابيع بنكون جبنا النتيجه النهائيه خالص. عمليات الشفط على قد ما هي عمليات سيمبل، على قد ما هي عمليات مهمه، على قد ما هي عمليات لازم تتعمل بايدي محترفه ودقيقه جدا عشان نقدر نظبط كل تفصيله في البطن وكل تفصيله في الجسم تكون مرسومه ومتحدده باتقان شديد. هنوريكم صور حالات كتير قبل وبعد، وعندنا على البيج وعلى الويب سايت وعلى كل السوشيال ميديا بتاعتنا تقدروا تتفرجوا على صور وحالات وفيديوهات كتير قوي لحالات نحت قبل وبعد، عشان تكونوا دايما واثقين في النتائج، ودايما واثقين في الدكتور، ودايما متاكدين من ان النتيجه دي هي حاجات رياليتي وصور وفيديوهات بتكون واقعيه 100%. اشوفكم دايما على خير وفي عمليات تانية ان شاء الله.